مباريات فزنا بها، سرقوا إيراداتنا بالدليل، غيروا اللوائح والقوانين كما يحلو لهم، كافأوا حكاما ظلمونا وسرقوا فرحتنا بدورات خارجية، أنزلوا فريقا للدرجة الثانية بورقة مزورة كي يسرقوا منا نقاطا مهمة، أخذوا منا أبناءنا بالقانون، أوقفوا رجوع أبنائنا إلى ناديهم الأصلي بالقانون، أتوا بخبير أجنبي وحسب أقوالهم للنظر في مشكلة نادي الأخضر والاتحاد، وأنا أعتقد بأن هذا الخبير الذي أدلى برأيه في هذا الموضوع مجنون ومخبول ومعتوه، لأنه لا يعرف اتحاد الكرة الليبي وما أدراك ما اتحاد الكرة. المهندس الساعدي ترك لهم المنتخب في الترتيب 68، جعلوه ما بعد 100. ربما هم الصح وأن المهندس الساعدي قد أخطأ عندما ترك لهم المنتخب في مرتبة متقدمة. عجبي على أناس أمثالكم سلموا أمانة فخانوها ولم يحافظوا عليها. أستاذي، أنا عندما تكلمت كثيرا عن اتحاد الكرة وجدت نفسي أمام مكتب النائب العام، ووجدت نفسي رهن التحقيق مع رئيس نيابة من الدولة، وجدت أن مدير مصلحة الضرائب في ليبيا يريد التحقيق معي. ربما أنا والأهلي لسنا بليبيين، نحن من كوكب آخر. أنا عن نفسي سأنسى الرياضة بما لها وما عليها، وأنا كنت مخطئا جدا عندما حاولت أن أساعد أو أقف مع النادي الذي يحبه، وقسما برب الكون لن أعود للرياضة في ليبيا بهذه العقلية المبنية على الخبث والغرضية والحقد وعدم احترام البشر. كيف تنامون وأنتم سرقتم واغتصبتم حق الآخرين؟ الله مولانا ولا مولى لكم. أين أنت يا جمعية القذافي لحقوق الإنسان؟ أغيثونا إنهم يفعلون بنا كما فعل جريسياني بعمر المختار، أعطوه عسلا، أعطوه ما يريد، وفي الصباح اشنقوه. احنا نحيوك الاستاذ اسماعيل الشتاوي رئيس نادي الاهلي السابق. في هذا الصباح دفعت على مصالح نادي الاهلي بطرابلس كما منحنا الفرصه لنادي الاتحاد. شكرا لك ونحييك ونتمنى كل توفيق ان شاء الله. شكرا.